انت خايف من حاجة او شايل هم حاجة؟ طيب انت خايف من ايه او مهموم من ايه؟ خايف من حاجة حصلت فعلا، ولا خايف من حاجة لسه هتحصل، ولا شايل هم حاجة احسن تحصل؟ طيب انت خفت كتير من حاجات قبل كده وشلت هم حاجات كتير برضه، كم في المية حصل منها فعلا؟ لو فكرت بالراحة هتلاقيك 90% خايف او شايل هم حاجة لسه ما حصلتش، و90% هي مش هتحصل اصلا، لكن انت هتفضل في الحالة دي لحد ما تعدي على خير وما تحصلش فعلا، وبعدين تبدأ تخاف من حاجة جديدة وتشيل هم حاجة جديدة لسه ما حصلتش برضه. أحب أقولك أنت للأسف شايل فوق طاقتك، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر، يعني اليسر بينزل مع العسر مش قبله. المصيبة بتنزل ومعها الرحمة من عند ربنا مش قبلها. فأنت طول الفترة دي شايل هم العسر بس من غير يسر، شايل هم المصيبة من غير رحمة. عشان كده اللي قبلنا قالوا وقوع البلا ولا انتظاره، طيبوا نفسا فالأمر كله لله.